بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. باسمكم وباسم البرنامج دعوني أرحب بضيفي الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بضيفي. أهلا وسهلا، مرحبا بكم المشاهدين. حياكم الله. دعونا نذكر المشاهدين الأفاضل بطرق التواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك على شبكة سلام الإعلامية أو عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة، نستقبل فيها فتاويكم وأسئلتكم وتفاصيلكم. طيب، بداية شيخنا دعنا نستكمل ما بدأناه في الحلقات الماضية من الآداب المنسية وما حثثنا عليها الشريعة الإسلامية. بداية شيخنا، كيف نميز الآداب عن الأوامر أو الأحكام التشريعية في الأحاديث النبوية أو القرآن الكريم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هو موضوع الأحكام والأوامر تشمل الآداب من حيث أنها أحكام. نعم، هي أحكام وهي أوامر، لكن فيما يتعلق بالأوامر والنواهي أو فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، ذكرنا ربما في حلقة سابقة أنها لا تخرج عن 5 أحكام: ما يكون الأمر الشرعي واجبا وهو ما يلزم يعني يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أو يكون حراما وهو عكس الواجب بحيث يعاقب الفاعل ويثاب التارك، أو يكون مكروها ويثاب التارك ولا يعاقب الفاعل، أو يكون مستحبا وهو عكس المكروه وهو أن فاعله يثاب وتاركه لا يعاقب، أو يكون مباحا وهو مستوى الطرفين. فتلاحظ الآداب الشرعية من حيث هي لا تخرج عن هذه، يعني كآداب شرعية، لكن موضوع الآداب له صلة بالأخلاق أكثر مما له صلة بالشعائر. قد يكون له صلة بالشعائر فيما يتعلق بعض الجوانب التعبدية، لكن قد لا يكون من صلبها، لكن قد يكون من شروطها، مثل أن نقول آداب الوضوء، آداب كذا، مثلا آداب الصيام، لكن ليس جزء الماهية. الماهية تتعلق بالأركان مثلا. فالآن ونحن نتكلم عن قضية الآداب الشرعية فيما يتعلق بالسلوك الإنساني، غالبا نتكلم عن قضايا الأخلاق، سواء كانت هذه الأخلاق أخلاق خاصة بالفرد أو كانت خاصة به وبمن حوله من البشر. نعم. جميل. طيب، على صعيد أوسع شيخنا، المجتمعات فيها كثير من الطبقات المختلفة والديانات المتعددة، هل نقدر نقول أن المجتمعات لها آداب مختلفة عن آداب الفرد؟ بالنسبة للمجتمعات يعني تختلف أحكامها وآدابها إذا كانت هنالك اختلافات عقائدية مثلا، ممكن يحصل بعض الاختلافات، وخصوصا فيما يتعلق بالآداب والأحكام الشرعية المتعلقة بالأديان. فكل أهل دين وكل ملة لهم آداب معينة تتعلق بهم في عقائدهم وفي شعائرهم وفي تعاملاتهم الخاصة. هذا قد يكون هنا تأتي الخصوصية. لكن كل المجتمعات التي تعيش مع بعضها البعض هنالك قواسم مشتركة فيما يتعلق بالآداب العامة. فأن تكون مثلا بشوشا في وجوه الناس، أن تكون من الذين يسلمون على الناس، أن تكون من الذين يرحبون بالناس، أن تكون من الذين يصدقون مع كل الناس، أن تكون وفيا مع كل الناس، أمينا مع كل الناس، لا تكذب على الناس، لا تنصب عليهم، لا تحتال عليهم. هذه القيم اللي ممكن نسميها القيم المشتركة، وهي كانت وصايا في عهد موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، وتحولت إلى محرمات عندنا: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هذه ستجدها هي القيم الكبرى التي تعتبر قيم مشتركة بيننا وبين الناس. هنالك أشياء خاصة بالمسلم، مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم كذا، فهنا ستكون أحكام خاصة
المسلم وحقوق خاصة به، لكن جزء منها قد يدخل أيضا مع غير المسلمين، جزء منها قد يدخل مع غير المسلمين. بالنسبة لغير المسلمين ستلاحظ بأن أحوالهم معنا 4 أحوال. بالنسبة لغير المسلمين إما أن يكون هذا غير المسلم حربي فلا عهد له ولا ذمة، وإما أن يكون ذو عهد وهم 3، يعني الكفار نوعين: قوم لا عهد لهم ولا ذمة وهم الكفار الحربيين، وقوم لهم عهد وذمة وهم ما عدا ذلك، وهم 3 أصناف. الصنف الأول أهل الذمة، وهم الذين يعيشون بين المسلمين، فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين إلا ما استثنوا فيه من العقائد والشعائر والأحكام الخاصة في مآكلهم ومشاربهم خاصة بهم. الصنف الثاني هم أهل العهد، قد يسمون أهل الصلح وأهل عهد. الصنف الثالث هم أهل الأمان، وأهل الأمان أيضا أصناف: إما أن يكونوا سفراء، إما أن يكونوا تجار، إما أن يكونوا متنقلين على كل في يعني عابري طريق إلى ديار الإسلام. فهؤلاء الثلاث عموما في أحكامهم يختلفون عن الصنف الأول. للأسف الشديد طبعا تختلط على الناس كثير من الأمور هذه، ليس الآن ساحة تفصيله، لكن بعض الناس يتصورون كل من كفر بالله فهو من أهل الحرب. ليس كذلك، فهي على كل أصناف. هنالك المعاهدون، هنالك أهل الصلح، هنالك أهل الذمة، هنالك أهل الأمان، ولكل واحد من هؤلاء على كل له تعامل خاص. لكن ال3 أصناف هؤلاء في طريقة تعاملهم معنا يخضعون لقول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فهذه تقريبا الآية الضابطة فيما يتعلق بعلاقات المسلم مع غير المسلم. وهنا دعني أضيف نقطة بسيطة جدا وهي مهمة جدا. هنالك بعض الإخوة أو بعض الذين يأخذوا مثلا من النصوص الشرعية الجزئية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في سياق محدد، وهي مثل السلام: هل نبدأ غير المسلم بالسلام أم لا نبدأه بالسلام؟ هذه كثيرا ما تكون فيها إشكالات، وخاصة بالنسبة لمن يعيشون في ديار الغرب، يعني المحيط الذي أنت فيه كله محيط غير مسلم. نعم. أو أحيانا يكون في شخص في ديار الإسلام يعيش بيننا، هل نسلم عليه أو لا نسلم عليه؟ لا نبدأهم بالسلام. فتلاحظ بأن بعض الناس أخذ مثلا من النصوص التي تقول ما لا تبدأوهم بالسلام نصوصا عامة للتعامل بها مع كل كافر، مع أن الله سبحانه وتعالى النص في قضية التحايا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو مثلها، مش كده؟ هذا النص عام ولم يستثن الله تبارك وتعالى أحد. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لا تبدأوهم بالسلام وقالها ضمن سياق العفو ضمن سياق معين، وهو أن صبيحة ذلك اليوم كان هنالك نقض من بني قريظة للعهد بينهم وبين المسلمين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعطوا في هذا اليوم الأمان لغيرهم ولا يسلموا عليهم، لا يبدأوهم بالسلام، لأنك إن سلمت عليه فهو إعطاء للأمان. هكذا ما يفهم من أن السلام عليكم ورحمة الله معناه أنت تعطيه إيه؟ تعطيه الأمان. فبعض الناس فهم من ذلك السياق سياقا عاما، فجرد القول. وهذه طبعا من القضايا التي ينبه إليها الإمام الشافعي عليه رحمة الله في كتاب الرسالة، عندما يقول بأن هنالك بعض الصحابة أو بعض الأفراد مثلا يسمعون حدثا فينقلون النص كما هو دون سياقه، يعني لا يقولون متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموضوع، فيأتي إليك مثلا في رياض الصالحين أو في كتب السنن يرد الحديث كما هو دون الربط بالسياق. فهذه مسألة مهمة جدا، وبالتالي قضية السلام يمكن للمسلم أن يسلم على غير المسلم ويبادئه بالسلام، يبادله بالبشاشة، يطمن على أحواله ما دام أنه من أهل المسالمة وليس من أهل الحرب. وهذا نقدر نقول أنه من الآداب المجتمعية. نعم، هذه كلها تدخل ضمن الآداب. أيضا قضية الأمانة، قضية الصدق، قضية الإخلاص، قضية الوفاء، قضية أنك أنت يعني يأمنونك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون، وفي حديث من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. هذه كلها تدخل في قضايا الآداب العامة المجتمعية بغض النظر عن دين الإنسان الآخر أو علاقته على كل بالإسلام. جميل. يقول الله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الأف هنا وهي أقل المساوئ، هل جاءت لتبين خطورة الموضوع أم أن تعامل المرء مع والديه يجب أن يكون بناء على أحكام شرعية أو آداب إسلامية؟
يقول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله: كل قضية وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى إما أن تكون محددة باللغة، فمعروف عند أهل اللغة إذا قال الله تبارك وتعالى لفظة معينة معروف عند العرب ماذا تعني هذه. نعم. وإما أن تكون معرفة شرعيا، بمعنى جاءت الشريعة فعرفتها بأنه في الشريعة تعني كذا. لم نجد لها نصا، لم نجد لها سياقا نستطيع أن نفهم فيه المعنى اللغوي ولا نستطيع أن نفهم فيه المعنى الشرعي بالتحديد، فهنا يقول التقييد يكون بالأعراف. وستلاحظ كثير من الآداب التي نسميها نحن آداب، ستجد أن العرف يلعب دورا كبيرا جدا. قضايا الزواج، قضايا بر الوالدين، قضايا فبر الوالدين مثلا العرف فيها قد يختلف من مجتمع إلى مجتمع، لكن هنالك حد أدنى فيما يسمى بر وحد أدنى فيما يسمى العقوق. نعم. يعني بكل المجتمعات يمكن أن نعرف أنه هذه عقوق وهذه قضايا بر، لكن سيبدأ بعد ذلك التفاوت في أعراف الناس، في أن هنالك بعض المجتمعات تعظم جدا لدرجة أنها تخرج من دوائر الوجوب إلى دوائر الاستحباب والاستحسان. فهذه على كل ما يتعلق. فمثلا نأتي إلى ولا تقل لهما أف. هنا أقل ما يمكن أن يصدر من الولد تجاه والده أنه أحيانا قد لا يعجبه الكلام فيخرج نفسا كما نقول نفسا حارا يتأفف. نعم. فالله تبارك وتعالى نهى عن أقل القليل، أقل ما يمكن أن يصدر. لم يقل لك لا جات ولا تنهرهما كحد أيضا في الكلام، يعني لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلاحظ سبحان الله، نهاك عن الحد الأدنى ثم ذكر لك الحد الأوسط في النهي، ثم ذكر لك ما يجب أن يكون، قل لهما قولا كريما. هذا القول الكريم سبحان الله ستجد الناس فيه مدارس وفنون في طريقة التعاطي، تعاطي الحديث، تعاطي الكلام مع الوالدين. لكن الله سبحانه وتعالى حرم عليك تحريما قاطعا في أن أي شيء يؤذي والدك ويؤذي والديك تحديدا فإن ذلك يدخل تحت ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إذا كان الله تبارك وتعالى حرم عليك الأف والتأفيف اللي هو الحد الأدنى، فإن قياس الأولى من باب أولى، يعني أن يكون ما هو أعلى من ذلك فإنه من باب أولى. جميل. عموم آداب بر الوالدين شيخنا. عموم آداب بر الوالدين هي أولا أنا ذكرت بأنها عرفية، لكن فيها الكثير حقيقة مما يتعلق بالآداب. مثلا فيما يتعلق بالحديث تجد أن الأبناء أحيانا لا يجيدون الحديث مع والديه، وخصوصا إذا كان كما يقال كاسر الحواجز بينه وبين والده. هي جميلة أنه والله أن يكون الأب وابنه في علاقة ودية وأن يتعامل، لكن لا بد أن تكون هنالك حالة من الاحترام وحالة من الآداب التي تمثل الحد الأدنى. فمثلا ألا تسبقهما بالحديث في المجالس، وأن تنصت إليهما خصوصا لما يكون الوالد كبير، تنصت إليه، وأن تستمع إلى حديثه ولو كان مكررا، وأن لا تشعره بأن هذا الكلام الذي يتكلم به كلام تخاريف، أن ذلك يؤذيه خصوصا إذا شعر أنه هو والله يكرر الكلام أكثر من مرة. وألا تمد رجليك مثلا من الآداب ألا تمد رجليك نحوه في اتجاه وجهه، وألا تسبقه بالخروج إذا كان خارجا، لا تتقدم عليه في المشي، ألا تنظر إليه نظرة تؤذيه. بعض الأبناء يعني تجد هو لا يقول له أف، لكن إذا نظر إليه تجد أن هذا الولد ينظر إلى والده وكأنما ينظر إلى ابنه الصغير حتى يخيفه. هذه أشياء كلها تدخل معنا في قضايا الآداب التي ينبغي أن نتعامل بها مع والدينا، سواء في طبيعة الخطاب، في طبيعة الجلوس، فيما يتعلق أيضا بأن يتصدر والدك المجالس، أن تكون له السيادة في مجالسك حتى ولو كان ذلك في بيتك، إلى غير ذلك مما يعطي والدك الاحترام، أن تكون فخورا به، أيضا هذه من الآداب، أن تتحدث عن مآثره، هذه من الآداب. ثم تأتي بعد ذلك الآداب الأخرى اللي تتعلق إذا انتقل إلى الدار الآخرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولعموم المسلمين. تأتي آداب أخرى وهو الدعاء لهما والاستغفار لهما، وأن تصل الرحم التي لا توصل إلا بهما، وأن تقضي ديونهما، وأن تصل أصدقائهما، وأن تحب أصدقائهما، إلى غير ذلك من الآداب اللي حقيقة هي كثيرة جدا، يمكن تصل إلى 30 أو 40 من الآداب يعني. أدل على نكتفي بها. الله يبارك القدر. ماذا عن أدب وصل الأرحام
وكثير من الناس من يغفل في هذا، خصوصا في وقتنا الحالي. بعض الناس تحصل بينه وبين قريب له قطيعة لا يبالي لأمرها، وممكن أنه يتعايش معها ويسلم إلى ذلك. دعنا هنا بعيدا عن الحكم الشرعي الواضح في هذه المسألة نقول ما هي آداب التعامل مع الأقارب؟ أهم الحد الأدنى للآداب مع الأقارب أن لا تكون قاطعا لهم أو قاطعا للأرحام. ونحن حقيقة الجمعة الماضية ربما أفردنا حلقة خاصة في قضايا إريتريا حول صلة الأرحام. نأمل أول من الناس إن شاء الله أن تتابع تلك الحلقة بالتفصيل، فصلنا فيها تفصيلا طويلا ومهم جدا كما تفضلت. يعني يكفي أن الله تبارك وتعالى جعل هذه الرحم مقرونة أو مأخوذة ومشتقة من اسمه جل جلاله، وأنها قد تعوذت به عند خلقها، وأن الله تبارك وتعالى أعطاها ومنحها. قال: ألا يكفيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، ويكفي كذلك صلة الأرحام أن تكون مقرونة، القطيعة فيها مقرونة تقريبا بالإفساد في الأرض. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فعلى كل فيما يتعلق بصلة الأرحام أهم الحد الأدنى فيها أن لا تكون قاطعا، والحد الأوسط فيها أن يكون هنالك تفقد بالوسائل المختلفة، سواء كان التفقد بالزيارات المباشرة، التفقد بالتلفونات، التفقد بالاتصال، على كل بكل ما يتيسر. ثم بعد التفقد ستأتي عملية التشريح. إذا استطعت أن تتفقد أقربائك ستتعرف على أحوالهم، تعرف الضعيف فيهم وتعرف القوي وتعرف المتوسط وتعرف، لأن بعض الناس أخفياء قد لا، لكن من خلال التفقد للأقرباء فستأتي بعد ذلك ما يمكن أن نسميه بالصلة التي أرقى من قضية التفقد المحض، وهو أحيانا قد تساعد بنفسك وقد تساعد بالآخرين. يعني الشخص أحيانا يقول لك أنا ما عندي شيء، لكن أنت تملك أن تكون والله محفز للآخرين داخل الأسرة. بعض الناس مثلا ما عنده شيء لكن عنده القدرة أن يتكلم مع الناس ويقول ساعدوا فلان. فعندنا خاصة نحن في مجتمع الآن مجتمع محتاج إلى التراحم، إلى التلاحم، إلى المساعدة، إلى أن نتفقد بعضنا البعض كمجتمع إريتري بالذات بين الداخل والخارج. أعتقد هذه القضايا كلها مما يدخل أيضا قضايا المشاركة في الأفراح، المشاركة في الأتراح، المشاركة في الجنائز وتتبع جنائزهم، المساعدات أيضا المادية أو المعنوية، كل ذلك يدخل عموما في موضوع صلة الأرحام والآداب العامة إن شاء الله المتعلقة بهذا الموضوع. جميل. بالحديث عن الحكم الشرعي، هل هنالك عقوبات دنيوية أو أخروية واضحة في هذا الموضوع؟ حقيقة بالنسبة لموضوع الجانب الدنيوي في العقوبات قد ما تكون هنالك عقوبات شرعت لمن يقطع رحمه، لكن بالنسبة للآخرة والعياذ بالله يعني قاطع الرحم هو في نهاية المطاف من يوازي من أفسد في الأرض. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فالذين يقطعون الأرحام بلا شك عقوباتهم أخروية، لكن هنالك أيضا عقوبات دنيوية قد لا يستشعر بها الإنسان، وهو المباركة في العمر والمباركة في الرزق تكون مع صلة الرحم. فكأنما من يقطع رحمه تجري عليه عقوبات خفية من الله، وهو أن لا يكون مباركا له في أرزاقه ولا مباركا له في عمره، مهما ظن سبحان الله بعض الناس بأنه والله يعيش لذاته كما يقول ولا يلتفت للآخرين. فالشريعة تحثك على أنك والله لا تكون شخصا أنانيا يعيش لنفسه وشخصا ماديا يعيش فقط لمادياته، ولكن ارتقي بقيمك الروحية والنفسية إلى مستوى أن تعيش للآخرين. وكما قال: من عاش لنفسه عاش صغيرا ومات صغيرا، وما عاش للآخرين عموما البشرية والإنسانية وعاش للإسلام كفكرة وعاش للإسلام كعقيدة، ستلاحظ بأنه يعيش كبيرا ويموت كبيرا. فهذه على كل للأسف الشديد تخفى في ظل حالة المادية الطاغية الآن، وفي حالة الحسابات التي صرنا نحسب كل شيء ماديا. يعني احتمال كبير جدا الآن صار حتى الأبناء في تعاملهم مع آبائهم صار يحسبها، يقول الله هل سأستفيد من هذه إشكالية كبيرة جدا للأسف الشديد ترسخها الأفلام، ترسخها المسلسلات، ترسخها الإعلام، ترسخها الحضارة الغربية الطاغية، الإعلانات، الدعايات، كلها ترسخ للأسف الشديد فكرة تجريد الحياة الإنسانية عندنا من القيم الأخلاقية. نحن محتاجين حقيقة أن نعود بموضوع الأرحام بالذات، أن نعود إلى هذا الجانب، وسندرك سبحان الله عظمة وبركة هذا الأمر. شكرا لك دكتور حسن. فاصل قصير متابعينا مشاهدين الأفاضل، ونعود إليكم فابقوا معنا.
إنا أنزلناه في ليلة القدر اقرأ باسم ربك الذي خلق لنسفعا بالناصية والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم نشرح لك صدرك لا أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد وفرعون ذي الأوتاد وسيجنبها الأشقى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. كل ذلك في برنامجكم سير وأعلام، وهو برنامج تفاعلي يحتوي على سير وأعلام ومناسبات وهدايات في جزء عامة المبارك، فانتظرونا في الأوقات التالية. وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور، ومن حيث نهضتها وانتشارها. كان العديد من جهابذة العربية من أصول غير عربية تنوعت بين الفارسية والرومية وصولا إلى بربر المغرب العربي. ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ عدنا لكم مستمعينا ومشاهدينا الافاضل في كل مكان، ومع ايضا سماحه الدكتور حسن سلمان. اهلا وسهلا بكم. مرحبا، حياكم الله. يقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. هذا هو الادب اللي امرنا الله به في دخولنا للمنازل. ماذا عن آداب الاستئذان عموما شيخنا؟ طيب، الإسلام سبحان الله من خلال هذه الآية واضح، ويمكن من خلال ما تناولناه من أحكام الآداب، أن الإسلام يهذب الإنسان في كل شؤون حياته، بدءا من الأشياء اللي نراها نحن بسيطة جدا إلى الأشياء الكبيرة. فهنا الآن موضوع الاستئذان مثلا من الآداب المهمة جدا التي نصت عليها الشريعة، خاصة سورة النور جاءت فيها جملة من الآداب، سورة الحجرات جاءت فيها جملة من الآداب القيمة والمهمة حتى تهذب هذا الإنسان. الإسلام مثلا هنا جعل أولا للبيوت حرمات، الإنسان داخل بيته له حرمة لا يجوز بأي حال من الأحوال انتهاك هذه الحرمة. فلا يجوز للإنسان أن ينظر مثلا بثقب الأبواب حتى يطلع على ما بداخل البيت، ولا يجوز له أن يطلع على الحائط لينظر ما داخل هذا البيت. وبالتالي قضية الاستئذان القصد منها، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن إنما الاستئذان من أجل النظر، إنما الاستئذان من أجل النظر. فمثلا الشخص خارج بيته قد يكون، النساء تحديدا قد يكون مثلا لبسنا الثياب التي تجعلهن أمام الآخرين ليسوا محل إشكال، ليسوا عورة، لكن عندما يدخلن إلى البيوت
فللبيوت كما ذكرت أحكامها الخاصة، تضع المرأة ثيابها، ويمكن أن تكون المرأة مع زوجها إلى غير ذلك من الأحكام. فحتى لا يقع الإنسان على انتهاك حرمة من هذه الحرمات المنزلية، حرمات البيوت، فإن الله تبارك وتعالى شرع لنا موضوع الاستئذان. وموضوع الاستئذان يمكن أن يتدرج إلى ما هو أكثر. يعني مثلا الاستئذان يبدأ بأنك أنت ابتداء تطرق الباب، مثلا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يطرق الإنسان الباب 3 مرات، فتح له فبها، ما فتح له النبي صلى الله عليه وسلم دلك على حكم آخر، وهو أنك ترجع، يعني خلاص تنصرف طرق الثلاث. وهذا طبعا حدث مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ذات يوم يعني طرق عليه أحد الصحابة رضوان الله عليهم الباب، طرق 3 مرات ثم ذهب، فلحق عمر فوجد الرجل قد ذهب، وجد الصحابي الآخر غادر فناداه: ما الذي جعلك تذهب؟ قال: والله هكذا الحكم الشرعي. فعمر لاحظ إلى هذه اللحظة، هو وقتها أمير المؤمنين، ما كان مطلع على هذا الموضوع، فقال: والله لتأتيني بما يؤكد هذا الكلام أو لأوجعنك ضربا، يعني أنت كأنما جئت بشيء لا أعرفه. قالوا: هذه بسيطة. فذهب هذا الصحابي إلى الأنصار ووجدهم في مجالسهم، قال: أريد من يشهد لي على حكم الاستئذان. فقالوا إلى أصغرهم وقتها كان أبو سعيد الخدري، قالوا: يذهب معك ابننا الصغير هذا فإنه يعرف الحكم. فجاء الرجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فعمر قال: لعله قد شغلني عنها الصفق في الأسواق. يعني عمر كان يضرب في الأسواق ويشتغل، ومعروف عن عمر رضي الله عنه أنه كان يغيب أحيانا عن المدينة ويأتي أحيانا، وكان بينه وبين أحد أصحابه أنه هو يحضر يوم ويخبر صاحبه بما حضر، ثم يأتي صاحبه في اليوم الثاني وينقل له ما حضر، وهكذا كانوا يتبادلون. فعلى كل عمر رضي الله عنه اعتبر أنه الله شغل عن هذا الحكم أو سهى عنه إنجاز التعبير أيضا. فالشاهد بأن موضوع الاستئذان شرعه الله تبارك وتعالى في كتابه، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل كما هو طريقة السنة النبوية في تعاملها مع الكتاب. تأتي الآية مجملة فيفصلها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرناها الآن، إن والله الاستئذان يكون أن تطرق الباب 3 طرقات، تطرق المرة الأولى ثم تقف، ثم تطرق المرة الثانية، تعطي وقت، فإذا انتهت الثلاث تذهب. ثم بعد ذلك قد يأتونك ويفتحون لك الباب ثم يقال لك ارجع، يعني جونا غير مناسب. طيب، هذه كلها من الأحكام اللي نحن ندخلها في أبواب الاستئذان. اليوم ما شاء الله تطورت الحالة، قبل أن تأتي إلى الناس يمكن أن تتصل عليهم تلفونيا، يعني هذه قد تكون جزء من الآداب الكريمة جدا، أنك بدل تفاجئ الناس وتأتي إليهم دون سابق موعد، خصوصا مع الوسائط الآن صار كثير من الناس لا يتصور أن يأتيه شخص من غير مكالمة. نعم. فهذه أيضا من الأشياء المستحسنة على كل، أن أنت تشعر الناس حتى يرتبوا أوضاعهم. وإذا كان في السابق ما موجود هذا الموضوع، اليوم الحمد لله تيسر، فيمكن أن تتصل على الناس إنه والله قادم إليكم الساعة كذا فيتهيئون. هذه أيضا من أحيانا قد يقول لك والله لا اليوم غير مناسب، يجب أن لا تأخذ في خاطرك، قيل لكم ارجعوا فرجعوا، قد يقول لك ارجع من الباب، وقد يقول لك بالتلفون اليوم غير مناسب. فهذه الأحكام يفترض أن نتقبلها بقبول طيب جدا حتى نتربى عليه. هنالك أمر آخر وهو ما يتعلق الآن بحرمة البيوت فيما يتعلق بالاقتحامات السلطوية، هذا أيضا يدخل فيها. فلا يحق في إطار الحرمات المنزلية، لا يحق لأي ذي سلطان أن يقتحم على الناس أسوارهم، وأن يتسلل عليهم، وأن يتجسس عليهم وهم في بيوتهم، وأن يقتحمهم دون أن تكون له مثلا إذن بالتفتيش، حتى لو افترضنا أنه والله هنالك مخالفة يجب أن تكون والله بالإطار القانوني. كل هذه الأشياء مطلوبة حقيقة، بس من هذه الآية التي نحن الآن وقفنا عليه يمكن أن تشتمل على كل هذه التفاصيل في إطار الترتيبات القانونية تحديدا. جميل. طيب، من الناس من يدخل على نفسه أموال مشبوهة بطريقة أو بأخرى ويتصدق عنها كنوع من التكفير، ما الحكم الشرعي في هذا، وما هي آداب استخراج الأموال عموما شيخنا؟ موضوع أكل الأموال أيضا يدخل في الحرمات. نحن إذا اعتبرنا بأن هنالك واجبات وأن هنالك حريات وأن هنالك حرمات، فإن من الحرمات أن تأكل أموال الناس بالباطل. الله عز وجل يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، وقال: ولا تأكلوا أموال اليتامى ظلما، إلى غير ذلك مما هو على كل يؤكد حرمة الأموال وحرمة أن تعتدي على أموال الآخرين، سواء بالغصب أو بالسرقة أو بالنصب أو بالاحتيال
أو بالغش أو بالكذب. يمكن الوسائل كثيرة جدا التي يسطو بها الناس على أموال الآخرين، وهي لها حرمتها. وبدليل أنه لها حرمتها فالشريعة وضعت لها حكما شرعيا فيما يتعلق بحكم السرقات مثلا، فإن الشارع من أغلظ الأحكام الشرعية المعروفة قطع يد السارق. فلو لم تكن هذه المسألة عظيمة وتريد أن تحمي أموال الناس، والشريعة متجهة في هذا الاتجاه إلى أن الأموال تحمى وأن الأموال تصان وأن لا يشعر الناس بعدم الأمان في أموالهم، لما كان لها هذا الحد الشرعي وهو قطع الأيدي والذهاب في هذا الاتجاه إلى أنه أحيانا قد يفقد الإنسان يده اليمنى وقد يفقد أيضا رجله وهكذا. فالشاهد، وحتى فيما يتعلق بقطاع الطرق من أعظم الجرائم كذلك أن الشريعة أيضا الذين يقطعون الطرقات على الناس لنصب على أموالهم أو أعراضهم، فإنها أيضا وضعت جريمة الإفساد في الأرض اللي هي جريمة الحرابة. فموضوع أن نؤكد ابتداء على أن هذه الأموال لها حرمتها، وأن الإنسان لا يجوز له أن يأخذ أموال الآخرين إلا بحقها. حقها قد يكون عمل، قد تكون تجارة، قد تكون ميراث، قد يكون صدقة، إلى غير من الحقوق على كل التي نصت عليها الشريعة. طيب افترض أن شخص والله حصل على مال حرام، حصل على مال حرام، وهذا المال لا يجوز له أن يدخله على نفسه، لكن بعض الناس الشيطان يسول لهم بأن والله بإمكانكم أن تتصدقوا بهذا المال، بإمكانكم تتصدقوا على. فهنا نحن أول نؤكد شيء واحد: أولا لا يجوز للإنسان أن يأخذ مال غيره، حرام عليه إلا بحق، والحقوق معروفة. الأمر الثاني يجب التخلص من المال الذي دخل عليه بالحرام. هذا التخلص إن كان يعرف صاحبه يرده إليه، وإن لم يكن يعرف صاحبه فإنه يتخلص منه من سبل التخلص المختلفة، بأن ينفقه على كل في وجوه الخير، ولكن لا يتصور بأنه يقوم بالتصدق عن نفسه. لا، أنت ما تتصدق عن نفسك، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا النوع الذي يأكل أموال الناس ثم يرفع يديه إلى السماء يقول ربي ربي، وهو مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فهذا الجانب على كل من الجوانب المهمة جدا الالتفات إليها فيما يتعلق بأن الشخص يتصور بأنه والله يتصدق بهذه الأموال فيخفف. ليس في ذلك تخفيف إلا من باب أنك أنت بس هذا المال تتخلص منه ولا يدخل عليك منه شيء. وبالتالي يعني مخطئ من يتصور بأنه والله يأخذ الأموال بالباطل ثم يتصور بأنه سيحج ببعضها أو يعتمر ببعضها أو يتصدق ببعضها أو يعمل مركز أيتام ببعضها. هذا كله لا يدخل في عملك الصالح إلا في زاوية أنك بس تتخلص من الحرام. هذا صحيح، لكن لا تتصور بأنك بذلك تقوم بأعمال شرعية. جميل. طيب، ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واضح في إعطاء الطريق حقه، وقال فيه غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما التفصيل في هذا يا شيخ؟ هذا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة عموما اتجهت إلى أنها لا تفضل الجلوس على الطرقات. نعم. لا تفضل ذلك، يعني هي تفضل أن الناس يجلسون إما في مجالس خاصة بهم في بيوتهم في مجالسهم الخاصة، وموضوع الطريق يجب أن لا يكون ساحة للمجالس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس على الطرقات، إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا ما لنا منها بد يا رسول الله، نحن لا بد لنا، يعني هكذا كانت الوضعية، إن والله لهم حوجة في أن يكونوا جالسين على هذه الطرقات. قال فإن كان ولا بد فكذا. بين بعد ذلك ما الذي يجب، فأعطوا الطريق حقه. قالوا ما حق الطريق؟ قال له ما ذكرته: كف الأذى وغض البصر ورد السلام، وكذلك دلالة الضال، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا كان الشخص خلاص قدر له أن يجلس على الطرقات وكان لا بد له من الجلوس عليها، فهذه أحكامها: أن يكون قاضا لبصره. هذا الطريق عام، فيه طريق للنساء وللرجال وللأطفال والصغار والكبار وغير ذلك. وقد يكون أحيانا بعض الناس الطرقات نفسها قد تكون عبارة عن طرقات أمام بيوت الناس، أمام منازل الناس، فقد تنفتح البيوت وقد ترى أنت ما لا يجب أن تراه. فعلى كل أول قضية قال غض البصر وكف الأذى، لأن بعض الناس يجلس على الطرقات وقد يكون مؤذيا بقوله أو فعله. ثم قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد السلام. أيضا إذا كان أنت في الطريق فإنك ترد على من سلم عليك، لأن المار هو الذي سيسلم، وبالتالي يجب أن
تشغل نفسك بالرد، فيكون ابتداء السلام سنة ورد السلام واجب. فهذه على كل الأحكام العامة المتعلقة بالآداب الطريق. جميل. ماذا عن آداب الكلام؟ كيف للمرء أن يتخذ الشريعة الإسلامية طريقة في كلامه مع الناس؟ أهم أدب فيما يتعلق بالكلام: وقولوا للناس حسنا. دي قاعدة جميل. كبيرة جدا. يعني أنت يجب أن لا تقول إلا خير وأن لا تقول إلا حسن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليقل خيرا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأنت أمام حالتين: إما أنك والله تقول خير، وإما أنك تصمت عن الكلام. هذا ابتداء. والحالة الثانية أيضا تراعي فيما تقوله من مجالس أن يكون فيها مجالس خير ولا تكون مجالس سوء. يعني المجالس التي نجلسها ونتكلم فيها يجب أن نقول خيرا وألا نقول فيها شرا، أن نقوم فيها بالإصلاح. والله عز وجل يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالنجوى عموما والحديث والدردشات اللي نحن عموما نقوم بها في حياتنا إما أنها والله لنا أو علينا. لنا عندما تكون والله فعلا نستطيع أن نأمر فيها بالمعروف، ننهى عن المنكر، نأمر بالخير، نصلح بين الناس، نذكر الناس بما يجب عليهم، نذكرهم أحيانا بأشياء قد يكون غافلين عنها. وإما أنها ستكون علينا إذا كانت غيبة ونميمة وحديث في الناس وتطاول عليهم وترسيخ ربما قيم ليست جيدة، فستكون علينا بطبيعة الحال. أيضا من الآداب المهمة جدا فيما يتعلق بالكلام مسألة الأصوات. واخفض من صوتك، هذه أيضا خفض الصوت في أثناء الحديث، فلا يكون الإنسان مثلا رافعا لصوته إلا بحسب الحاجة. أيضا لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من القول إلا من ظلم. فإذا كان أحيانا أنت تريد أن تذكر حديثا متعلق بآخرين فلا تذكره إلا إذا كان فيه مصلحة راجحة، وهو أنك إظهار مظلمتك مثلا وشكواك لمن تريد أن تشكو إليهم ويساعدونك في ذلك. أيضا فيما يتعلق بآداب الكلام ألا يقاطع الإنسان المتحدث. الشخص إذا بدأ في الحديث وبدأ يسترسل ويتكلم عليك أيضا أن لا تقاطعه. أيضا من آداب الكلام أن تترك المساحة للكبير، خاصة الصغار عليهم أن يتركوا المساحة للكبار ويتكلموا ويسقوا أكثر حتى يستفيدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا هنا يقول: كبر كبر. هي قالها النبي في موطن، ولكن كبر كبر قاعدة هي، بمعنى اترك الكبير يتكلم وأنت حاول أن تستفيد وتسمع إذا كنت أقل عمرا، واترك العالم يتكلم إذا كنت أقل علما، وهكذا. فهذه كلها. اترك والدك يتكلم ويسبقك بالحديث ولا تحاول أن تسبقه بحضرته. هذه أيضا من الآداب فيما يتعلق بالكلام. يعني هذه بعض على كل الأحكام المتعلقة بالكلام، وهي حقيقة أيضا فيها كثير من التفاصيل فيما يتعلق بالذات من اللغو في الكلام والأحاديث التي لا جدوى منها. جميل. نجد في مجتمعنا المعاصر كثرة الألقاب والمسميات بين الناس، منها المحبب وغير المحبب. هل في هذا آداب شرعية يجب أن نتبعها؟ الألقاب على كل منها أول ما هو حسن، ومنها ما هو قبيح، ومنها ما هو وسط، يعني بين الأمرين. فهنالك قد يكون لقب هو عبارة عن وصف للإنسان، كأن يكون أعمش أو يكون أعمى أو يكون مثلا أعرج وتأخذ شكل الوصف. إذا قيلت في شكل الوصف وليس من باب التنابذ فلا حرج فيها. الضابط في ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب. فغالبا إذا رأيت شخصا يكره لقبا معينا ولا يحبه ولا يرضاه لنفسه، فلا يجوز لك بأي حال من الأحوال أن تطلق عليه لقبا يكرهه، حتى لو كان هذا وصفا له لكن لا يحبه. فيجب أن نتجنب ذلك، لأنه تحول من وصف إلى منابذة، وبالتالي علينا أن نترك هذه الحالة. فموضوع الألقاب إذا كانت محببة ومفضلة وجميلة ويحبها الطرف الآخر الذي أنت تلقبه بها فلا حرج، ولكن إذا كان والله فيها أشياء تؤذي الطرف الآخر فأذية المسلم ممنوعة. جميل. شاكرين لك دكتور حسن هذا الحضور وهذا الكلام الجميل. الشكر موصول لكم أيضا أنتم مشاهدين ومتابعين الأفاضل في كل مكان. هذا عبد الرحمن محي الدين يحييكم ويرتقبكم في حلقات قادمة، فابقوا معنا وترقبونا في نفس الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ha ha ha